السلام عليكم. الخميس الماضي استهدفت إسرائيل اجتماع في مركز مخابرات حزب الله. الاستهداف كان أكثر ترويعا من الاستهداف الذي طال حسن نصر الله، يعني متفجرات بأحجام فظيعة، أوزان هائلة، وبالإضافة إلى القصف بالصواريخ. مين اللي كان مستهدف بهذا الاجتماع في مقر مخابرات حزب الله؟ هلا المستهدف بشكل رئيسي وواضح هو السيد هاشم صفي الدين، بالإضافة لضباط من الحرس الثوري الإيراني. السؤال إنه استهداف بهذا الحجم اللي هو أكبر من حجم استهداف حسن نصر الله شو ممكن يؤدي؟ مصادر من حزب الله كانت تقول إنه انقطع الاتصال بهاشم صفي الدين. هذا مؤشر. عاد حزب الله وقال هاي المصادر غير صحيحة، لكنه لم يقل أن هاشم صفي الدين سالم وبخير وعلى قيد الحياة نهائيا. المصادر الإسرائيلية ترجح مقتل هاشم صفي الدين، أو تكاد تجزم بمقتله. مصادر إيرانية بتقول إنه في أيضا ضباط من الحرس الثوري. هلا السؤال، هل من بين ضباط الحرس الثوري الإيراني قاآني، واللي هو خليفة قاسم سليماني سيء الذكر؟ قاآني هو قائد فيلق القدس، المسؤول عن اجتياح كل المدن السورية وغيرها، على اعتبار انه طريق القدس يمر في هذه المدن ما عدا القدس نفسها. يقال انه قاآني كان في الاجتماع ومصيره هو مصير صفي الدين. هاشم صفي الدين هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والحقيقة هو المسؤول عن الشركات التي يديرها ويمتلكها حزب الله في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيره. يعني هو نائب حسن نصر الله لما وراء البحار. نشاطات الشركات أعمال بزنس تجارة إلى آخره، وفي كتير منها عم يكون غطاء لأعمال غير قانونية، تجارة مخدرات، سلاح وخلافه، يعني غطاء لأعمال مافيوية. هاي كانت وظيفته، وهو هاشم صفي الدين المرشح الأول لخلافة حسن نصر الله. وكثير من المعلقين طلعوا جماعة حزب الله برددوا العبارة التالية: بكرة هدول الأعداء من إسرائيل للعملاء وصهاينة العرب هيترحموا على حسن نصر الله. يعني هاشم صفي الدين أشد بأسا من حسن نصر الله، فالأشد بأسا على ما يبدو أنه انتهى قبل أن يبدأ. هذا مصير هاشم صفي الدين. هلا هون لابد أن نقول أنه نحن وباستمرار لازم نميز ما بين حزب الله وأهالي جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. حتى لو قالوا انه انفدى لصرماية السيد لازم نميز هدول ضحايا. لما بشوف مرة حاملة طفل صغير وهربانة والرعب بوشها ودموع بعينين ابنها، هي بتقول هي إنسانة ضحية. والله لأي كان في العالم انتمائها، هي إنسانة ضحية.
وهي بالدرجة الأولى ضحية لإسرائيل، وبدرجة أكثر ضحية لحزب الله نفسه. يعني أهالي الضاحية وأهالي الجنوب سلموا رقاب لحزب الله، وحزب الله طارت رقبته. طبعا هلا في عمليات بالجنوب وكذا، بفتكر انه او اطلاق صواريخ، وهي عمليات بفتكر انها متفككه، يعني خلايا بتكون عندها اكتفاء ذاتي بامكانيه التصرف، وهي بعتقد انه سرعان ما تنتهي. وهن يعني قاموا بعمل جيد انه قتلوا مجموعه من الضباط والجنود الاسرائيليين، نحييهم على هالشيء، لعله هالشيء يغسل عارهم كافراد من الدم السوري. الشيء الخطير بالموضوع ومن وراء حزب الله، إذا انتهت الحرب على إنه حزب الله صفي على بارودة أو تفكك، فلبنان عرضة لخطر كبير أخطر من القصف الإسرائيلي الهمجي، هو اشتعال حرب أهلية جديدة في لبنان. حزب الله إن بقي على البارودة أو عصابات تتشكل من بقايا حزب الله حيحملوا بقية الطوائف مسؤولية اللي صار فيهم، وبده يحاسبوا الشامتين. ومن هلا أخي هذا واحد شمت، أنت عم تهدده بالقتل وأنت في لحظة ضعف شديدة، فإذا وقفت الحرب شو بدك تساوي؟ بدها تشتغل حرب أهلية. المسيحيين وضعهم أفضل من السنة، ووضع الدروز أفضل من وضع السنة من ناحية التسليح. السنة نزعت البارودة من إيدهم عن طريق النظام السوري وحزب الله، وقت عمل أمجاده ب7 أيار المجيدة، حأحكي عنها بفيديو مستقل إن شاء الله. إذا الخطر الحرب الأهلية قائم. امتدادات اللي عم يصير بلبنان بدت آثارها تظهر بسوريا، استهداف قيادات لحزب الله متخفية بين المدنيين بسوريا وهاربة من لبنان عم تستهدف وعم يروح مدنيين ضحايا. هذا من جانب. من جانب الرايات الطائفية اللي عم تنرفع بمظاهرات لجماعة حزب الله بالمدن السورية، عناصر كتير من حزب الله عم تروح لسوريا. طبعا في لاجئين، واللاجئين مرحب فيهم، بس الخوف من جماعة حزب الله انه هلا نحن مستهدفين بلبنان بنروح لسوريا ونحن اقوياء، ولسه حزب الله بسوريا وبعده عم يقصف بالشمال السوري. اذا يشكلوا هن وجماعة من اللي سموه حزب الله السوري، يشكلوا نواة لحزب الله جديد قوي تظهر قوته بأسه مو على إسرائيل، على السوريين مثل العادة. دمشق مهددة بين احتلال إسرائيلي وبين انتقام حزب الله. نحن الضحية بده ينتقم منا لسه، لأنه فينا مين شمت بحزب الله. القادم خطير جدا 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 على المنطقة كلها. الله يريحنا من إيران، بقصد نظام الملالي، ويريحنا من إسرائيل، يضربهم ببعضهم ويخلصنا منهم الطرفين سوا. قادر يا كريم. هذا كل شيء حابب أحكيه، والسلام عليكم.